انقذوني، انا من بعد الكورس ده تجارتي راحت في داهيه. كان في بوست كده نازل في احد الجروبس اللي هو بتاع البيزنس، استوقفني. قال انا راجل على قد حالي مش متعلم وعندي تجاره، التجاره بتاعتي دي ماشيه 100 فل و14. ابتديت اخش الجروب بتاع البيزنس، اعرف بقى حاجات عن البيع، واعرف حاجات عن التسويق، واعرف حاجات عن خدمه العملاء، وابتديت انور نفسي وافهم الحاجات دي لحد ما سمعت ان في كورس عن الاداره وعن البيزنس يعني. فقلت انا اروح اخد اخد الكورس ده. بيقول انقذوني انقذوني، انا من بعد الكورس ده تجارتي راحت في داهيه. صراع ما بين الشخص البسيط اللي كان مدور البيزنس بتاعه وما بين الشخص اللي خلاص اتعلم وعرف معلومات كتير وعايز يطبقها. قريت طبعا الردود، وناس كتير اصل انت تلاقيك استرعت، اصل انت تلاقيك مثلا ما طبقتش صح، اصل لما دورت في الموضوع لقيته رادد عند الفطره. فصاحبنا اللي كتب البوست ده مش عارف ان هو عارض الفطره. هو ربنا سبحانه وتعالى بالفطره بتاعته كان بيعمل ايه؟ كان بينزل الصبح على التجاره بتاعته، على المحل بتاعه، الناس كلها متعوده ان هي تخش وتسلم عليه. هو هنسميه الحاج علي. الحاج علي ده كان يروح يفتح الصبح فيقعد عليه السلام عليكم، صباح الفل يا حاج، اخبارك ايه، ومش عارف، يسلموا عليه ويسلم عليهم ويخشوا يشتروا منه. فالحاج علي قرا عن حاجه اسمها في الكورس اللي خده او في البيزنس او في الفيديوهات بتاعه البيزنس اللي خدها، حاجه اسمها خدمه العملاء. قرا عن حاجه اسمها الكاستمر سيرفيس، ازاي تخدم العميل صح. لا، العميل لازم انت راجل صاحب المكان ولازم تفصل الملكيه عن الاداره. الكلام المنتشر ان انت لازم تفصل ملكيتك عن الاداره، ان انت لا مش الحاج علي خلاص، انت راجل بره الموضوع ده، وتجيب حد يدير. فالحاج علي بمعلوماته البسيطه، الكوميونتي او الناس اللي حواليه مش مفيدا ولا بالم هيلز ولا ماونتن فيو، فراح شاف واحد كده في العيله، ابن واحد صاحبه، قال له تعالى. الواد جه وقف، الناس متعوده كل يوم يا حاج علي يا حاج علي، يخشوا يشتروا، ما لقوش الحاج علي، لقوا الشاب ده، ما عرفوش يتعاملوا معاه، والواد ما عرفش يتعامل معاه. فحصل المبيعات نزلت شويه. كان الحاج علي متعود ان هو يجي حد مثلا معاه 2000 جنيه وعايز يشتري حاجات ب 3000 جنيه، فيقول له طب هات ال 2000 ولما ربنا يكرمك ال 1000 دي جيران في وسط بعضيهم، هم في منطقه وبتاع وعارفين بيوت بعض، وقرا ان الفلوس اللي بره دي فلوس اجل وبتاثر على دوره حياه البيزنس، فلازم يتعامل كاش. فابتدى لما حد يجي وهو بقى ما بقاش يتعامل، فخلى الواد الواد التاني يتعامل. فالواد يقول له خد انا معايا 2000 وعايز اشتري مثلا حاجات بثلاثه، يقول له لا، توتو على كبوت. دي اوامر مين؟ السي او بتاع المحل الحاج علي. ففقد قاعده تانية من العملاء. فاصبح انت مش محتاج تعارض فطرتك، مش محتاج تعارضها، مش محتاج ان انت تمشي ضدها، هي شغاله معاك وعامله لك نتائج. لا محتاج تاخد دورات في البيع ولا محتاج تاخد دورات في التسويق. ليه؟ لان انت الحاج علي، انت الناس اتعودوا عليك ان انت الحاج علي. انما ابنك بالجيل ده، ابنك اللي عنده 15 16 17 سنه، لا ده الواد ده مثلا مطالب يتعلم بيزنس ويتعلم اداره ويعمل صفحه للمحل بتاعك على فيسبوك ويتعلم خدمه عملاء ويتعلم تسويق. انما لو انت الحاج علي، الله يبارك لك، ما تعرضش فطرتك عشان شفت راجل جميل او شيك، او حتى شفتني انا شخصيا بقول معلومات عن البيع او عن التسويق، طالما ماشيه معاك الله يبارك لك يا حاج علي، ما تلعبش في الزراير، سيبها شغاله.